السلام عليكم. كلنا شفنا الزمالك وفاركو الماتش اللي خلص من شويه. شفنا فاركو عملت ايه في الزمالك، حرفيا هنتها كوره هنتها. كله قال لك البروف رجع والبروف راح، البروف ما جاش، رجع وقعد عمل ايه؟ خسر 3. بس دي مش مشكله، المشكله عندي في التاريخ دوت يا جماعه. سنه 21 الاهلي كان بيلاعب البايرز في شهر 2/8. نفس التاريخ اللي الاهلي هيلاعب فيه الريال 2/8. طيب انت زعلان ليه او فرحان ليه او انت عايز ايه من الاخر؟ هقول لك عايز ايه. قبلها بيومين بالظبط كان الزمالك بيلعب المحله في المحله، والزمالك ساعتها خسر 2-1 وكلنا حفلنا وكلنا زيطنا. بعدها بيومين لعبنا البايرن خسرنا 2-0. طيب عندنا ماتش بعد بكره مع ريال مدريد في كاس العالم للانديه، والزمالك لعب مع فاركو، فاركو كسبت الزمالك 3-0. هل دي علامه؟ طيب انت هتقول لي طب ما احنا كده كده خسرانين. طب ليه احنا كده كده خسرانين؟ ما تدعم فريقك، شجع فريقك، ادعي لفريقك ان شاء الله يعدي. كلنا وان شاء الله يبقى عندنا تفاؤل كده ان الاهلي يعدي من ريال مدريد. يا جماعه نعم نادي كبير ونادي قرن في اوروبا، واحنا نادي القرن في افريقيا برضه، احنا مش نادي صغير. بس ادعم فريقك، ادعم فريقك ان شاء الله اللي احنا نعدي الماتش ده. وتصدقني احنا لو عدينا الماتش ده خدنا البطوله. هتقولي طب ما الريال اللي هو البطوله. لا، الريال مش هو البطوله. انت لو عديت الريال خلاص هتبقى مفيش اصعب من الريال. اذا كان الهلال او فلامانكو مش هيبقى في اصعب من الريال. فان شاء الله نكسب الماتش، والتاريخ الاسود في 2021 ما يتكررش تاني. ان شاء الله نكسب الماتش، نعدي ماتش الريال، وان شاء الله نكسب البطوله ان شاء الله باذن الله. ولو خسرنا من ماتش الريال ان شاء الله ناخد برونزيه على الاقل ونرجع بيها. والله في غيرك يا جماعه، والله في غيرك نفسه يروح يلعب في كاس العالم دي حتى لو هيحط رجله فيها. في غيرك كتير بيحلم بالبطوله دي اقسم بالله. فانت ادعم فريقك لاخر دقيقه. ان شاء الله الاهلي يكسب الريال، ان شاء الله الاهلي يكسب الريال، ان شاء الله الاهلي يكسب الريال، ان شاء الله.